السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أدر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مع زمان عزة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. زمان عزة أحب الناس إلى قلبي شخصيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان عزة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان عزة أبو بكر الصديق. وحقيقة أبو بكر الصديق عشنا بالأمس في بعض صفاته، وكيف كان هذا الرجل، وإيه اللي كان الشيء الذي وقر في قلبه. وقلت وعلى يقين كامل أن الشيء الذي وقر في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تميز سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الخلق بمحبته الخاصة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق كان فيه من الصفات الكثير. سيدنا أبو بكر الصديق كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان أعلم أصحاب النبي سيدنا أبو بكر الصديق. هل يمكن أن يولي النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج لا يعلم أحكام الحج؟ أول حجة في الإسلام سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة، كان أمير الحج. النبي ما حجش أول حجة اللي هي سنة 9 دي، كان أمير الناس في الحج واللي حج واللي علم الناس الحج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على الحج حد وفي أعلم منه في الحج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أحدا في الصلاة إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، صلى عبد الرحمن بن عوف إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن النبي هو الذي أمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، ولكن أبو بكر الصديق يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويوليه على الصلاة، بل يؤكد يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل والرسول والمؤمنين لا يرضوا بغير أبي بكر إماما. هل يمكن أن يكون هناك، أو هل يمكن أن يؤمر النبي إماما في الصلاة وهناك من هو أفقه منه في الصلاة؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من الإشارات التي استدل بها الصحابة على أحقية أبو بكر بالخلافة، أنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان نحيفا ضعيف الجسم، وكان أبيض يميل إلى صفرة بسمار قليل. ما هوش أبيض قوي، لا، أبيض في صفرة، في مصفر شوية بسمار قليل. وكان غزير الشعر، شعر سيدنا أبو بكر كان غزير جدا. وكان ناتئ الجبين، سيدنا أبو بكر عظام وشه
بارزة، يعني عظمتين بتوع الوش هنا بارزين، وقرطه هنا بارزة، وكان صدغه مصفد يعني، ووجه أبو بكر رفيع، وعيناه غائرتان في وسامة. الشكل ده كان فيه وسامة، شكل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أقنى الأنف، أنفه مناخيره رفيعة كده، وفيها يعني حتة عالية شوية ودقيقة. وكان أبو بكر الصديق يعني نحيلا جدا، نحيل لا تكاد تلمس فيه لحما، ينزل ثوبه من على أكتافه ويتعهده دائما. وكان في كبره فيه انحناء، في انحناء شوية في كبره، ما رآه أحد إلا وهابه، حتى أن الناس من لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أبو بكر كان يحتار منه فيهم هو النبي من المهابة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا تغادر البسمة وجهه، إما أن تراه مبتسما وإما أن تراه حزينا. أبو بكر الصديق ما كانش عنده غير الحالتين دول، يا إما تلاقيه دائما مبتسم وإما أن تراه حزينا. وما كان أبو بكر حزينا إلا إن كان في صلاة أو خارجا من صلاة، ما تلاقيهوش أبدا حزين ولا ترى أثر الحزن عليه إلا إذا كان في صلاة أو خارج من صلاة. دي صفات أبو بكر الصديق الشكلية، علشان لو حد شاف سيدنا أبو بكر الصديق في المنام، كان سيدنا أبو بكر معروق اليدين، إيديه رفيعة، والعروق بتاعت إيديه باينة، وفيها بعض الشعر باين في العقل بتاعت الصوابع. وكان دقيق القدمين، رجلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت رجليه صغيرة، رجليه رفيع الساق والفخذ، لا ترى عليهما إلا العظم، أو لا ترى فيهما إلا العظم. الرجلين بتاعته ساقه وفخده رفيعين، ما تكاد ما تشوفش لحمة عليها. كان بين عظمة الركب، الركبة بتاعته باينة في سيدنا أبو بكر. دي الصفات الشكلية لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. جميل الثوب طيب الرائحة، دايما سيدنا أبو بكر الصديق كان جميل الثوب وطيب الرائحة، ريحته جميلة وطيبة. وكان رقيقا محببا إلى الناس على حدة فيه، رقيق جدا سيدنا أبو بكر الصديق، محبب إلى الناس على حدة فيه. كان سيدنا أبو بكر فيه بعض العصبية شوية، الله إزاي عصبي وإزاي رقيق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير الناس رجل بطيء الغضب سريع الأوبة، ورجل سريع الغضب سريع الأوبة. سيدنا أبو بكر كان من النوع الثاني، سريع الغضب سريع الأوبة، بيغضب بسرعة لكنه بيرجع بسرعة، كثير الاعتذار إلى الناس عما يبدر منه، دايما أما يغلط بسرعة يعتذر للناس. هي دي الرقة، وهي دي اللي حببت الناس في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان بيغضب بسرعة وكان في حدة، لكن كان بسرعة أول ما يكتشف إن هو غضب كان يروح يعتذر ويكون إنسان رقيق جدا. وكان أسيفا، في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان رسول الله لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بالناس أبو بكر، فتقول السيدة عائشة: وكان أبو بكر رجلا أسيفا.